المنتخب السعودي كسب أهم 3 نقاط، يعني 3 نقاط كانت بالتأكيد مهمة. وفي شيء كذا صاير، يعني أحسه في تشتيت من بعد المباراة. اللي يتكلم باقي لنا 7 نقاط، واللي يتكلم باقي لنا 8 نقاط، واللي يتكلم باقي لنا 9 نقاط. يا حبيبي أنت فكر في ال3 نقاط الجاية دي، مباراة العراق. لا تروح تقفز إلى 6 نقاط و7 نقاط ونتائج منتخبات وتعادل مدري مين وتعثر مدري مين، ما لك دخل بحد. كل التركيز يجب أن يكون على المباراة القادمة أمام المنتخب العراقي، اللي هم إن شاء الله بإذن الله حيشرفونا هنا في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية. واللي بالمناسبة احنا نرحب بكل أفراد المنتخب العراقي في بلدهم الثاني وبيتهم المملكة العربية السعودية. احنا نبغى ندخل نلعب مباراة. طبعا في هالأيام أبغى أقول كلام مهم جدا للجمهور السعودي على تويتر، حتلاقوا أكثر من واحد يبغى يسوي مشكلة بين الجماهير السعودية والعراقية. خلوكم أكبر وخلوكم أوعى، وانظر الموضوع إلى أنه كرة قدم. منتخب العراقي منتخب شقيق وحبيبنا وحيشرفنا في البلد وعلى راسنا من فوق. كل المنتخب العراقي من حقهم يلعبون بالطريقة اللي تناسبهم وتحقق مصالحهم، وإحنا نلعب بالطريقة اللي تناسبنا وتحقق مصالحنا. الأيام الجاية حتلاقوا في ناس كثير يهمهم يسوون مشكلة بين الجماهير، خصوصا لما يكون بين السعودية ولا منتخب العراقي ويستغل الأحداث الرياضية. بالعكس، خلونا واعين، خلونا ننظر إلى مباراة كرة قدم كالعادة. هذا هو أسلوبنا دائما، ننظر إلى أنها مباراة كرة قدم لا أكثر. نوقف مع منتخبنا ونحب منتخبنا وندعم منتخبنا وندعم لاعبتنا ونهدف إلى تحقيق النقاط. المواضيع الثانية الهامشية لا تلتفتوا لها. العراقيين راح يجون هنا على راسنا من فوق ويشرفونا في بلدهم، وراح نلعب معهم مباراة حلوة، وبإذن الله يحقق المنتخب المكسب. ولا نفكر في نقاط وأشياء يمين ويسار، نفكر في ال3 نقاط الجاية. تشتيت والتفكير في 7 نقاط و8 نقاط حيضيعنا من التركيز على المباراة الجاية. اللاعبين خطوا خطوات مهمة وما بقى على الحلو إلا على قولتهم تكة. ألف مبروك للمنتخب السعودي، وراح نتابع إن شاء الله مع زميلنا بدر الشمري في مكاني حول التذاكر، وبإذن الله أنها تنفذ. جمهور جدة وجمهور ملعب الجوهرة، 3 نقاط الجاية أمانة في أعناقكم، جيبوها مع اللاعبين. ألف مبروك.